كيف نعظم محبة الله في القلب؟ كل ما ترى حولك من دفع النقم وإتيان النعم يبين لك عظمة الله. فلا أحد أحق أن يحب بحق إلا هو جل وعلا، أو أحد أمرنا الله أن نحب. قال الله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا ينبغي لعاقل يرجو ما عند الله من النعيم ويخاف ما عند الله من الجحيم أن يقدم محبة أحد على محبة الرب تبارك وتعالى. بل لا بد أن يكون القلب مملوءا تاما بمحبته تبارك وتعالى، ثم يخرج ذلك على اللسان بكثرة اللهج وذكره تبارك وتعالى وإتيان طاعته والبعد عن معصيته، وعلمه أنه يحب الله وإن عصاه. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالفرس المقيد الذي حتى إذا بعد يعود. هذا المؤمن، والله قال عن أهل طاعته: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. النعم التي يراها الإنسان من عافية في البدن، ونعمة في الوالدين، ونعمة في الأبناء، ونعمة في دفع الأذى، ونعمة في الرزق، ونعمة في الأمن، كل هذه تدل على عظمة الله، فوجب أن يعظم ويحب تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم.